السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة السعودية اليوم. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. كشف موقع تاكتيكال ريبورت الأمريكي عن تحول مفاجئ في موقف الملك سلمان من الأزمة مع قطر. ونقل الموقع المعني بشؤون الاستخبارات عن مصادر مطلعة بالسعودية أن الملك سلمان أبلغ أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد بأنه مستعد للتعاون في ملف المصالحة الخليجية. وأوضحت المصادر أن إبلاغ الملك سلمان كان مضمنا في الرسالة التي نقلها وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد لأمير الكويت الأحد الماضي، وشملت دعوة أمير الكويت لزيارة السعودية. وذكر العاهل السعودي في الرسالة أنه سيسعى مع الأمير نواف لاستكمال ما بدأه أمير الكويت الراحل صباح الأحمد فيما يتعلق بالمصالحة الخليجية وغيرها من الملفات المتعلقة بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين. وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أعرب يوم الخميس عن أمله في التوصل إلى حل للنزاع بين السعودية ودول الحصار من جهة وقطر من جهة أخرى. وقال فيصل بن فرحان خلال كلمته بمؤتمر افتراضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: نأمل أن نتمكن من إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها. وختم وزير الخارجية السعودي بقوله: أعتقد أن هناك طريقا لتحقيق ذلك، ونأمل أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب نسبيا. وتؤكد الدوحة أنه من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت ومعها سلطنة عمان بذل جهود وساطة لإتمامه. كشفت وكالة رويترز عن دعوة تنظيم داعش الإرهابي مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية والبنية التحتية الاقتصادية للمملكة. وبحسب الوكالة قال المتحدث باسم التنظيم في تسجيل صوتي: يجب استهداف السعودية لدعمها تطبيع دول الخليج مع إسرائيل. وكانت كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا في البيت الأبيض اتفاق سلام مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها. يذكر أن قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل هي مصر عام 1979، والأردن عام 1994، والإمارات والبحرين عام 2020. بدأت السعودية السماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة بأداء الصلاة داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد 7 أشهر من الإيقاف، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في البلاد. وكتبت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في نبأ عاجل: السماح بأداء الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية في المسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر. ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة في الساعة الأولى من صباح اليوم عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة. واستقبلت المعتمرين من المواطنين والمقيمين بجانب السماح بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام. يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت يوم السبت تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 341,854 حالة. تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارة وزير الدفاع السعودي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأنه تم خلال الاتصال بحث التعاون بين السعودية وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وذكرت الوكالة أنه تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي. أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن قرار مهم بشأن الوافدين في السعودية، وذلك إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز. وأفادت المديرية العامة للجوازات بأنها بدأت بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليا لجميع الوافدين التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية.
وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم، ليكون إلى نهاية الشهر الجاري إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان. وأضافت الجوازات أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونيًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28,884 تأشيرة وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس. ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعاون مع آثار وتبعات جائحة كورونا الاقتصادية والمالية. وكان الملك سلمان وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، كذلك تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين وذلك بدون مقابل، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل. كما وافق أيضا على تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل، وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل أيضا. كشف موقع عن إجراء عسكري هو الأول من نوعه بين السعودية وفرنسا على وقع تصاعد التوتر في منطقة الخليج. وقال الموقع إن السعودية أبرمت في عام 2018 صفقة مع حوض بناء السفن الفرنسي CMN لشراء 39 سفينة هجوم سريعة عالية السرعة بقيمة 480 مليون دولار. وأوضح الموقع أن الصفقة تضمنت تجمع 21 سفينة في فرنسا و18 أخرى في السعودية في حوض بناء السفن الزامل للخدمات البحرية. وأكد الموقع أنه تم تسليم أول سفينة سياحية فرنسية إلى البحرية السعودية، والتي تم تجميعها داخل المملكة. وبحسب المصدر فإن السفينة الجديدة طولها 32.2 مترا بطاقم مكون من 12 فردا وثلاث محركات ديزل وثلاث محركات نفاثة مائية، وسرعتها القصوى 43 عقدة. وقال الموقع إن السفينة الفرنسية تم تصميمها للهجوم البحري السريع وعملية الإنقاذ وحماية السفن ومرافق الشواطئ والقوافل البحرية ومكافحة التهريب والإتجار بالمخدرات والقرصنة البحرية. ويأتي هذا في التوقيت الذي تصاعد فيه التوتر بين الرياض وطهران في منطقة الخليج. واتهم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مؤخرا إيران بزعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين. وقال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي: أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران، موضحا أن إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين. ولفت فيصل بن فرحان إلى أن أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها. ويذكر أن العلاقات الإيرانية السعودية تشهد توترا شديدا خلال العقود الأخيرة، ولكن تصاعدت حدة تلك التوترات الأشهر الماضية في ظل اتهامات بضلوع إيران في تمويل حركة الحوثيين اليمنية المعادية للسعودية، وكذا تصاعد حدة الاتهامات بوقوف إيران وراء الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة خسف أرضي مرعب في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في المملكة. وأظهر الفيديو لحظة انهيار منطقة كاملة أمام أبراج مدينة الخبر وظهور حفرة أرضية ضخمة وصفها المغردون كأنها حفرة من جهنم ابتلعت السيارات. وتباينت الآراء حول سبب الخسف الأرضي، ففي الوقت الذي رجح فيه البعض أنه نذر لكارثة طبيعية مثل الزلزال، استبعد آخرون ذلك واعتبروا أنه خطأ بشري في الإنشاءات. وفي السياق قلل المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي في حديث لقناة الإخبارية من خطورة الخسف الأرضي، مبينا أنه انهيار حدث في سقف مواقف السيارات المستقلة عن البرج. وأضاف المتحدث أنه قد تم إنقاذ مصابين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدا أن هناك 6 فرق إنقاذ تعمل في الموقع للبحث عن محتجزين آخرين. وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الدفاع المدني أنقذ شخصين وما زالت أعمال البحث مستمرة عن آخرين.
فيما أفادت الأخبار بأن الجهات الأمنية قامت بإخلاء البرج بالكامل من الموظفين حرصًا على سلامتهم.